السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة مدرستنا. النهاردة أنا جايب لكم خطة. الخطة دي بيتم تطبيقها مع التلاميذ الضعاف في القراءة والإملاء، ويفضل إن أنا أعمل اختبار قبلي، والاختبار ده على أساسه هقدر أعرف هبدأ مع التلميذ ده، ومن الاختبار ده هقدر أعرف هبدأ من أنهي أسبوع مع التلميذ ده. ليه بقى؟ لأن كل أسبوع خاص بعدد حروف معينة. يعني الأسبوع الأول خاص ب5 حروف هم من الألف إلى الجيم. افرض ان الطفل ده حافظ 10 حروف من الف ب، يبقى انا هبدا من الاسبوع الثالث، لان كل اسبوع خاص ب5 حروف اعرف شكلهم واصواتهم وحركاتهم والحركات القصيره واول ووسط واخر الكلمات كل اسبوع. طبعا في طرق تدريس، الطرق التدريس دي برضو كاتبها في الخطه. بالشكل ده اخر ما اخلص حفظ الحروف بالاصوات والحركات، الاسبوع السادس هيبقى فيه التنوين واللام القمريه واللام الشمسيه والطاء المربوطه والهاء واخر الكلمات. ده الاسبوع السادس. الاسبوع السابع هيبقى فيه اختبار بعدي عشان اقارن القبلي بالبعدي واشوف الطفل مستواه بقى ايه. الخطه مجربه وكويسه جدا، الخطه وطرق التدريس كمان، والخطه تم تنفيذها بالفعل حققت نتائج كويسه جدا. رابط تحميل الخطه موجود في الوصف. يا ريت يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان خاطر تحمسونا ونقدر نجيب لكم كل يوم حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.